كده احنا قلنا تاني ان مساحه الصحراء الغربيه كلها قد ايه؟ 8 اللون مساحته قد ايه؟ 67%. يبقى ده مساحته قد ايه؟ 1%. طيب في منخفض اسمه منخفض ايه؟ ما فيهوش منخفضات مرسى مطروح؟ يوجد فوق الساحل الساحلي بحيرات مرسى ايه؟ بحيرات مرسى مطروح. تمام كده؟ انا بقول لك ان الاقليم ده مش هيجي منه قوي، بس انا ابقى عارف مساحته قد ايه. اعرف اسمه ايه؟ اعرف ان هو تاني اقليم من اقاليم الصحراء الايه؟ يوجد فيه بحيرات مرسى مطروح. تمام. طيب بصوا كده في سطر بيقول ايه؟ اخر سطر في الحته بتاعت اقليم الساحل الساحلي. يوجد بالساحل العديد من الرؤوس الارضيه قليله التوغل في البحر المتوسط، ومن اهمها رؤوس الضبعه والحكمه وعلم الروم. وعلم صلح دي بدل حلم علم الروم. دكتور علم الروم تبقى علم. اخر حاجه بقى، اخر حاجه بصوا كده معايا، بصوا معايا في اللي انا هقول. الصحراء الغربيه فقيره في الموارد المائيه السطحيه، ولكن غنيه بالمياه الجوفيه. هو ايه الفرق ما بين المياه الجوفيه والمياه السطحيه؟ المياه الجوفيه في باطن الارض، والمياه السطحيه زي نهر النيل. طيب يبقى انا لو جبت لك في الامتحان وقلت لك الصحراء الغربيه فقيره بالمياه الجوفيه وغنيه بالمياه السطحيه، صح ولا غلط؟ يبقى الصحراء